السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ العائله مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم اخواتاتي بغيت نصاوب واحد الطاجين تاع الفلفله بالكفته والرز، تيجي رائع وقلت نشاركها معاكم. غدا متواضع مع البساطه مع النزهه، الصراحه تيجي زوين ويستحق التجربه. هنا خواتاتي عندي الفلفله كي تشوفوا، الفلفله راني قطعتها وغسلتها مزيان ونشفتها وقطعتها على جوج على هذا الشكل. عندي فلفله حمراء وعندي فلفله صفراء تاهي نفس الشيء. انا خواتاتي عندي شويه تاع الرز غسلته ما سلقتوش غير غسلته. هنا عندي شويه الكفته تاع صدر الدجاج طحنتها وشويه قزبر ومعدنوس. هنا عندي مطيشه مقطعه رقيقه وعندي بصله رقيقه. هنا عندي التوابل خواتاتي، عندي الملح، عندي الابزار، عندي شويه تحميره بابريكا، عندي شويه الخرقوم بلدي، شويه سكينجبير وشويه تاع البزار. هادو هما وشويه الزيت باش غادي نشحروا هاد المطيشه والبصله. هادو هما القوام خواتاتي تنحتاجوا لهاد الطاجين، انما خواتاتي راه تيجي رائع. وعندي شويه تاع الزيتون للتزيين. دابا خواتاتي درت طاجين فوق النار وغادي نشحر هاد البصله ومطيشه وشويه تاع الزيت. غنخليهم اخواتاتي يتشحروا شويه، عاد غنضيف لهم التوابل. بالنسبه للكفته درت ليها البصله وشويه القزبر ومعدنوس، ودرت ليها بابريكا تحميره وشويه الكمون والابزار وشويه تاع الملح، درتهم في الكفته. دابا الطاجين تاعنا انا هو تيتشحر. غادي نضيف ليها التوابل، الخرقوم والسكينجبير والبزار وشويه الملح، وغنخليه يتشحر مزيان تتنسجم كاع العناصر مع بعضياتها. الكفته خواتاتي كي تشوفوا انا درت لها الرز والتوابل ديالها، نخلطها مزيان على الطريقه هذه. دابا غادي نعمر بها الفلفله ديالنا وغادي نديروها ان شاء الله طيب. انا خواتاتي غادي نعمر الفلفله ونرجع لكم ان شاء الله. هذه هي الفلفله خواتاتي بعد ما عمرتها بالكفته وضفت عليها واحد شويه تاع شرائح الزيتون. دابا ان شاء الله غنديرها في الطاجين وغنخليها طيب على خاطرها، نقص عليها النار ونخليها طيب مزيان. الفلفله ديالنا خواتاتي بعد ما عمرتها انا درتها دابا في الطاجين. كي تشوفوا الطاجين ما درت فيه لا ما لا والو، غير لاصوص فاش غادي طيب هاد الفلفله هادي ومع الفلفله متاتاش طياب. الروز راني غسلته قبل وخليته في واحد شويه الماء، اذا دغيا غادي يطيب. غندير له واحد البلاستيك من الفوق وغادي نسد عليها الغطاي تاع الطاجين وغنخليها طيب على خاطرها على نار مهيله كي تشوفوا. ايوا صافي، بعد ما يوجد الطاجين تاعنا ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الشكل تاعو النهائي كيفاش غادي يجي. الطاجين تاعنا خواتاتي جانا على الطريقه هذه، جا خواتاتي رائع ما نقولش لكم، على نسمه وعلى مذاق ما شاء الله، جا روعه خواتاتي. كي تشوفوا خواتاتي المرقه خاتره وطاجين خواتاتي جا روعه روعه روعه. متمنيتكم تجربوا هاد الطريقه وما تندموش، الصراحه جا زوين. ايوا خواتاتي عجبكم الطاجين ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك ومن تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.